طلعت رضوى الشربيني في برنامجها وقالت ان لقاء الخميسي قالت انها مستمره في جوازها وانها ست مش بتاعه طلاق، انه في حاجات كتير جدا جوزها عملها لها طول ال 21 سنه تخليها لما تشوف خبر زي ده تقعد معاه وتعتب عليه. لقاء الخميسي طلعت ست جميله ومحترمه قوي وربنا يكتب لها الخير. بدات محاكمه فضل شاكر وعنده جلسه بكره واحتمال كبير جدا بكره ياخد اخلاء سبيل. تخيلوا ان مسلسل ميد تيرم عدى المليار مشاهده. احمد سالم بيقول ما تيجوا نتبرع باعضائنا بعد الوفاه، وخصوصا ان الازهر موافق على كده وصدر قانون بكده، وهو تبقى صدقه جاريه لينا. النهارده توفت ساندرا بنت الموزع عادل حقي. كمان النهارده توفى الابن الاصغر لفيروز عنده 68 سنه، ده بعد ما عدى 6 شهور من وفاه ابنها الكبير زياد الرحباني. حسن شاكوش دفع لطليقته ريم طارق نفقه 950 الف جنيه. ظهرت لقاء سويدان امبارح بعد اصابتها بالعصب السابع نتيجه ان هي تعرضت لضغط نفسي كبير جدا. رامي وحيد نزل الستوري دي وكتب يلا منتظرين حلم العمر 2، فاللي كاتب الفيلم زعل جدا وقال ان هو مفيش جزء تاني وان هو عايز ترند. ولما كلمه احمد سالم في البرنامج قال ان هو مش حابب يرد، يمكن الناس عندها ضغوطات خلتها تقول كده وانا مسامح ومفيش اي خلاف. لا طيب جدا يا جماعه، غير ما بيطلع في الافلام خالص.